سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس واموركم بخير. مرحبا بكم عندي في وصفات ام ريتاج. جيتكم اليوم بوصفه جديده اللي هي تحليه. عندي بزاف ما درتش معكم تحليه ولا حاجه حلوه، بما انه رانا في فتره الامتحانات. ربي يوفق جميع اولادنا ان شاء الله وينجحهم يا ربي ويسهل لهم، امين اجمعين يا رب العالمين. جيت راح نشارك معكم هذا التحليه بزاف هايله وبنينه، تحليه الطبقات بذوق الشوكولا. نبداو الوصفه تاعنا بسم الله على بركه الله. راح نبداو اول حاجه نخدموا هاد لاكريم مع بعضنا. واش نحتاج فيها؟ عندي 3 كيسان تاع حليب. درت حليب عادي من الثلاجه يا البنات، يكون بارد. كيلي باي كاس تاع غازوز يكون عندك مش محتم هذا. درت 3 كيسان تاع حليب. عندي كيس تاع فلون بذوق الشوكولا، اكيد لا مارك اللي عندك ما يهمش، ليسونسيال يكون كيس كامل تاع فلون باش نتحصلوا على القوام هذاك اللي يكون مليح ويكون حاكم روحه. ضفت 2 مغارف ونص تاع نشا، ونزيد مغرف ونص تاع كاكاو. هذا ما كان مانيش راح ندير السكر في هذه المرحله، هكذا باش تجينا التحليه تاعنا يعني الحلاوه تاعها معتدله، ما تجيناش حلوه بزاف. نعاود لكم 3 كيسان تاع حليب، 2 مغارف ونص تاع نشا، مغرف ونص تاع كاكاو، ونديهم مباشره على النار. خلطت مليح هذوك المكونات تاعي وجبت لها كاسرول حطيتها على النار مع التحريك المستمر. ما تغفلوش عليها يا البنات هكذا باش ما تتكعبرش هذيك عفوا النشا هذاك اللي درناه مع الحليب، وهكذا راح تفزد هذه التحليه. راح نخلط بالتحريك المستمر، ما تغفلوش عليها. هي جيست برك راح تحركوها شويه تبدا تعقد لنا كيما شفتوا. نحركوها مليح كي نشوفوها دارت هذه الفقاعات هذو نحيها من النار عادي. طريقة جد سهلة بسيطة. هذه التحلية اقتصادية يعني ما فيهاش مكونات بزاف، فقط فيها شوية تاع لاشونتي وشوية تاع البواط تاع شوكولا، وحنا درنا افضل تحلية لوليداتنا ان شاء الله باش نفرحوهم بها. جبت الريسيبيون تاعي، فرغت هذيك الكريمة، راح نحط عليه البابي فيلم هكذا باش ما يديرناش هذيك القشرة من الفوق، ونحطه جانبا نخليه حتى نروح نكمل المراحل اللي بقات لي. نروحوا للمرحلة الموالية اللي هي صوص شوكولا. راح نوجد معاكم اروع صوص شوكولا، تجي بزاف بنينة وتجي هايلة في المذاق يا البنات. واش نحتاج فيها؟ عندي كاس تاع حليب بارد عادي من الثلاجة، مغرف كبيرة تاع كاكاو، مغرف كبيرة ممسوحة تاع نشا، ومغرف كبيرة تاع سكر. نخلط مليح هذه المكونات كيما شفتوا ونديهم مباشرة على النار مع التحريك المستمر. دايما نقولكم ليك خام اللي فيهم النشا ولا الفارينة يحبوا التحريك المستمر هكذا باش ما يفسدولناش ونتحصلوا على القوام هذاك اللي يكون ليس كما شفتوا لهنا. بعد ما عقدت لي شويه هذيك الكريمه هذيك، نجيب باطا شوكولا تاع مينا ولا ديري اي نوع شوكولا اللي عندك في الدار، ليسونسيال لوغو اللي تفضليه نتيا. نفرغها كامل، راهي الميزان تاعها راهي 100 غرام يا البنات. نفرغها كامل على الكريمه وهي سخونه، ونحرك مليح هكذا. هذيك الشوكولا مع السخانه راح تذوب لي ونتحصل على القوام هذا. شوفوا هذاك القوام يا البنات راهو يشهي صراحه، جات بنينه، تستعملوها لتزيين الكيكات، تستعملوها للتحليات، بزاف بزاف هايله. نجي لهنا لهذيك الكريمه اللي كنت وجدتها معكم من قبيل، بعد ما كانت بردت وحكمت روحها كيما شفتوا. نحيت لها البابي فيلم، راح نضيف لها رشه تاع الملح، ونجيب الباطور نعاود نخلطها تخليطه خفيفه بالباطور كيما شفتوا. هكذا راح نضيف عليها كاس غير ربع تاع لابودر شونتيي، ونخلط مليح حتى يتضاعف لي الحجم تاعها. هكذا نخلط مليح يا البنات بالباطور. لها الكريمه خليوها تبرد مليح حتى تحكم روحها. نخلط كيما شفتوا بهذه الطريقه، وهذا هو القوام اللي تحصلت عليه. شوفوا راهو يشهي صراحه وجاني بنين بنين روعه. هنا كملت كامل المراحل تاعي. هذيك صوص الشوكولا راني وجدتها صاي كيما شفتوا. شوفوا المنظر تاعها صراحه راهو يشهي. الكريمه تاعي كنت وجدتها لهنا البنات. جبت المونغوتي تاع الولاد، اذا عندك جينواز ولا البقايا تاع الموسكوتشو ولا كيما حبيتي، تقدري ما ديري غاتو عادي ترحيه كيما حبيتي، لكن الاختيار. انا كان عندي متوفر هذا المونغوتي تاع الولاد، جبته باش نديرو كطبقه في النص لهذه التحليه. عندي هذا الكؤوس هذو ولا ليفيغين هذو راح ندير فيهم. ونجيب نبدا العمليه مباشره باش نعمر هذوك الكيس
نتاعي درت الطبقه الاولى تاع هذيك لاكريم هذيك اللي كنت طلعتها معكم، نديرها كطبقه اولى في الكاع هذاك تاع لي فيغي نتاعي كيما شتو بهذه الطريقه. الطبقه الثانيه راح ندير هذاك المونغوتي كيما قلت لكم البنات تقدروا طيبوا جينواز، اذا عندك بقايا تاع موسكوتشو، اذا عندك غاتو تقدري ترحيه. انا كان عندي المونغوتي درته صراحه، واش متوفر عندك في الدار ديري هكذا باش تجينا الوصفه سهله واقتصاديه في نفس الوقت. درتو كطبقه ثانيه كيما شفتوا. ونجيب هذيك الصوص شوكولا اللي جاتني روعه في البنه يا البنات، صراحه درتها من راسي وجات هايله. صراحه انا دائما نستعمل هذا الصوص شوكولا عفوا ما نستغناش عليها البنات لانها تجي هايله وما تفزدش، ميم تخليوها في الفريجيدر ماشي راح تفزد لكم. نزيد ندير الطبقه هذيك الثالثه فوق المونغوتي تاع الصوص شوكولا كيما شفتوا بهذه الطريقه غير بالمغرف برك. يعني صراحه ما داتش مني وقت بزاف هذه التحليه وفرحوا بها ولادي وكلاوها. صراحه انا دائما نحب في وقت الامتحانات نفرحهم بهذه الاشياء هذو لانه ولادي يموتوا على حاجه فيها شوكولا. هكذا نزيد نكمل معكم هذوك كامل الكيسان اللي كنت درت انا تحصلت على 6 كؤوس كيما شفتوا. نزيد دركا عفوا قبل البنات خليت شويه تاع صوص شوكولا لاني راح نزين بها في الاخير. نزيد نكمل الطبقه الاخرى بلا كريم هذيك اللي كنت درتها معكم غير بالمغرف برك، وحنا درنا عمرنا عفوا الكؤوس تاعنا كيما شفتوا. هكذا نحاول اني ندير عفوا طبقة مسطحة تجي هكذا بهذا الشكل. نزيد نكمل معكم الكاس هذا الثاني. طريقة جد سهلة ما فيهاش مكونات بزاف وصراحة جاتني بزاف بنينة. يعني الشكل النهائي قبل ما نصور صراحة ثم زربوا كلا وحدة، يعني كوما زربتش صورت لكم راهم كلاوهم ثم سير بلاس لانه جات بزاف بنينة. كملت عمرتهم كامل بسحت هذوك الجوانب اللي كانوا عفوا توسخوا لي بالكريمة. ونجي هنا نكمل تزيين الخفيف ظريف بهذيك الصوص شوكولا اللي بقات لي. ندير كطبقة رقيقة من الفوق بهذا الشكل ونروح نشوفوهم في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع تحلية الطبقات بذوق الشوكولا بعد ما كانت بردت لي البنات. كي جيت نقدمها عطيت لها كان عندي شويه حبيبات تاع جوز فقط كسرتهم هكذا بيدي برك باش نعطيها تزيين خفيف ظريف كيما شفتوا. يعني تزيين لك الاختيار زيني باش حبيتي نتيا. اذا ما عندك والو تقدري تخلي هذيك صوص الشوكولا من الفوق وتاكلوها بالصحه والهنا. هذا هو الشكل تاعها. شوفوا كي هزيت بالمغرف راهي حكمت روحها وبردت لي وجات تشهيه البنات. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش جام لا فيديو. ما بقى لي غير نقول لكم طالب لي بزاف في رواحكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديده. سلام.